المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم من الفضائية الإرثية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. تأهيل أعضاء القوات الجوية، اختتام ورشة مكافحة الحوادث. الإريتريون في بلجيكا والنرويج يحتفلون بعيد الاستقلال. السعودية تدعو لموقف عربي حازم لردع إيران. قتلى جراء استهداف قافلة أمريكية في أفغانستان. وبركان جبل إتنا في إيطاليا يعاود الثوران من جديد. السلام عليكم ورحمة الله. خرجت القوات الجوية اليوم 31 من مايو 250 من أعضائها في مجالات قيادة مختلف الطائرات وتقانة الطائرات ودفاع صواريخ الطائرات ونظم الرادار ومختلف مجالات الملاحة الجوية بحضور الرئيس ياسف ورقي. وتسلم الخريجون في المناسبة التي جرت بقاعدة القوات الجوية تسلموا الشهادات وشعار القوات الجوية من يد الرئيس ياسف ورقي. وقال قائد القوات الجوية اللواء تخلاي هبتسلاسي إن الخريجين ومن خلال المهن التي اكتسبوها يكونون قوة لا يستهان بها للقوات الجوية، معربا عن ثقته في أن يكونوا ضمان سلامة الأجواء الإريترية بتفانيهم وإخلاصهم وتنمية قدراتهم المهنية سريعا. وأوضح مسؤول التعليم والمعلومات في القوات الجوية العقيد زر إزقك فلاي إن الخريجين تلقوا دراسة مرتبطة بالطيران والدفاع الجوي الصاروخي، وهم قوة مضاعفة للقوات الجوية لقدرتهم السريعة على التعلم والعمل المنسق. وأعرب الخريجون عن سعادتهم للنجاح والتخرج بعد التعليم النظري والتطبيقي، مؤكدين استعدادهم لإثبات كفاءاتهم في العمل حسب مجالاتهم. اختتمت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول الوقاية المسبقة من الحوادث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان. وشهدت مندوبة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور جوزفين نامبوزا في الكلمة التي ألقتها في الورشة المنعقدة من 27 وحتى 31 من مايو بأسمرة، أشادت بالمساهمة النشطة للمشاركين من الوزارات. وقالت إن الحوادث العشرة التي أجريت عليها الدراسات وخاصة الجفاف تحتاج إلى مشاركة وتنسيق جميع الجهات الحكومية. ووضحت الورشة دور مختلف الجهات في مكافحة الجفاف والحوادث المرورية والكوليرا وفيروس زيكا والفقر وداء البروسيلات أو الحمى المتموجة واليرقان والإيبولا والحمى الصفراء والإنفلونزا. وقدم خبراء منظمة الصحة العالمية توضيحا بشأن معايير مختلف الحوادث وسبل جمع المعلومات. وأشار المشاركون إلى استيضاح الورشة لدور جميع المؤسسات الحكومية للوقاية المسبقة من الحوادث وتجارب الدول الأخرى. هذا وشارك في الورشة التي نظمت ل5 أيام ممثلون عن أقسام وزارة الصحة والوزارات الأخرى ومنظمات الأمم المتحدة. احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وزامبيا بالذكرى 28 للاستقلال بحفاوة كبيرة تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. ووفق المعلومات الواردة من تلك الدول، أحيا الإريتريون في بروكسل المناسبة بتنظيم برامج تعكس الإنجازات الكبيرة التي تحققت بصمود الشعب والحكومة الإريترية وتبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكدين جاهزيتهم للعب دور كبير من أجل إنجاح برامج التنمية الوطنية. وألقى سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا كلمة أوضح فيها إن مرحلة التعاون والشراكة الجديدة التي ولج إليها القرن الإفريقي نتاج صمود واستشهاد الشعب الإريتري، مشيرا إلى العمل الجاد لعكس الإنجازات التي تحققت بالتاريخ النضالي عبر برامج الدبلوماسية الشعبية. وفي الاحتفال الذي نظمه الإريتريون في تروندهايم النرويجية، تركز الحفل على برامج مصحوبة بفعاليات تعكس وتدفع بالمهن التي اكتسبها الطلاب والشباب من خلال الكفاءة التعليمية للمساهمة في تعزيز البرامج التنموية الوطنية. كما احتفل الإريتريون المقيمون في تينيسي بناشفيل وفينيكس بأريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 28 للاستقلال بروح وطنية عالية.
وأوضحت المعلومات الواردة بأن الذكرى حفلت بالرقصات والفلكلور الشعبي. في غضون ذلك أحيت الجالية الإريترية في زامبيا عيد الاستقلال بتنظيم برامج تعكس تأطيرهم وتجمعهم. تبرع عمال الشركة الوطنية للأسماك بمدينة مصوعة لكفالة 3 أسر شهيد. وأوضح مدير الشركة السيد ولد قابر ولد آب في اللقاء الذي جرى في 29 من مايو إن مبادرة إعالة أسر الشهداء تعكس مدى الاعتزاز بالشهداء. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد جعفر إن اتباع عمال شركة الأسماك للمبادرة التي أطلقتها مؤسستين من قبل يعتبر فخرا كبيرا، وقد بدأت مبادرات مماثلة في المديريات الأخرى. ودعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد كيداني يوهنس للدفع بالمبادرة في المناطق الأخرى استفادة من التجربة المكتسبة. أحرزت برامج محو الأمية في 9 ضواحي بمديرية دقة وضاحية بلينايو بمديرية عالي القاش تقدما ملحوظا. وأوضح مسؤول برنامج محو الأمية في مديرية دقة الأستاذ محمد إبراهيم بأن 1055 مواطنا بينهم 929 امرأة يشاركون هذا العام في برنامج تعليم الكبار الجاري في 28 نقطة تعليمية بضواحي تكراريت وعد شيخ الأمين وغرجنهاي ولوكوتش وعبد إبراهيم وحشاكيتو وجميل وهوشعيت وأفيمبول. وأشار إلى متابعة 95 طفلا لتعليم الصف الأول في ضواحي عد إبراهيم وعد شيخ الأمين وعد فنجاي للحاق بزملائهم في التعليم النظامي، موضحا انخفاض الأمية بتوسع فرص التعليم. وذكر مدير مدرسة محكلاي الأستاذ تيدروس تسفازجي ارتفاع المشاركة في التعليم في ضاحية بلينايو بمديرية عالي القاش، وتسهم نقاط تعليم الكبار وبرنامج عري يوم المفتوحة في أوتيت وعلاقشي وباردلش وتيرا بدور كبير في خفض الأمية. ودعا منسق تعليم الكبار في المديرية السيد ناتنائيل يوناسا دعا المواطنين للاستفادة الجيدة من نقاط محو الأمية وبرنامج عريوم التي افتتحت لوقت محدود باستهداف من فاتهم فرص التعليم، وإنها ليست البديل عن التعليم النظامي. تخرج في مدينة دبارو أكثر من 135 من الشباب الذين تلقوا دورات تدريبية شملت مختلف المهن. وقال مدير المديرية السيد فرونجيل تخلايمانوت في مراسم التخريج التي جرت في 29 من مايو الجاري إن الهدف من الدورة التأهيلية هو خلق فرص تساعد الشباب لاكتساب المهن وتحسين حياتهم المعيشية وتأمين مستقبلهم، داعيا الدارسين لتفعيل الدراسة النظرية على أرض الواقع وأن يكونوا نموذجا في مناطقهم. من جهته أوضح مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي الشاب قرماي قبرو إن الدورة التأهيلية هي جزء من الجهود الجارية لتعزيز كفاءة الشباب وبنائهم جيدا، موضحا إتاحة فرص للقروض لتكون وسيلة لخلق فرص العمل بالمهن التي تلقوها. سادتي نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمة عربية طارئة لاتخاذ إجراء حاسم لوقف الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة. وأكد بيان لدول مجلس التعاون الخليجي وآخر منفصل صدر بعد القمة الموسعة على حق السعودية والإمارات في الدفاع عن مصالحهما بعد تلك الهجمات. ولكن في دلالة على التوتر في المنطقة، قال العراق الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع كل من إيران وواشنطن إنه يعارض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة والذي نص على أن أي تعاون مع طهران يجب أن يقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال الملك سلمان خلال الاجتماعين المتتاليين إلى أن تطوير إيران لقدراتها النووية وصواريخها البالستية وخطرها على إمدادات النفط العالمية يهدد أمن المنطقة والعالم. جهته قال الرئيس العراقي برهام صالح إن الأزمة الإقليمية والدولية مع إيران تنذر بالتحول إلى حرب إن لم نحسن إدارتها، وعبر عن أمله في أن لا يتعرض
أمن إيران إلى الاستهداف. قال مسؤولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية في العاصمة كابول، مما أدى لإصابة 4 جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا في ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين. وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل 6 على الأقل. وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب 4 جنود بجروح بسيطة، لكن وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالي للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. وقال متحدث أمني أفغاني أن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين في الانفجار. ثار بركان جبل إتنا وهو أعلى وأنشط بركان في إيطاليا وأوروبا، ونثر حممه في الهواء وأرسل عمودا ضخما من الدخان فوق جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا. ولم تستوجب ثورة البركان إجلاء سكان أي من القرى الجبلية، وإن كان المجال الجوي فوق صقلية تم إغلاقه لفترة قصيرة حسب ما ذكر مطار كاتانيا. والبركان في حالة نشاط مستمر تقريبا، رغم أن آخر ثورة كبيرة له كانت في عام 1992. خرجت الطفلة التي كانت بوزن تفاحة كبير عند ولادتها قبل 5 أشهر، ويعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل. خرجت من مستشفى في سان دييغو لتذهب إلى المنزل. وقال مستشفى شارب ميري بيريتشا للنساء والأطفال حديثي الولادة في بيان أعلن فيه عن ميلادها والسماح بخروجها. ووزن الطفلة التي تعرف باسم سايبي كان 245 جراما عند ولادتها في ديسمبر في المستشفى. وبحسب سجل أصغر الأطفال الرضع حجما، يعتقد أنها حطمت الرقم القياسي لأصغر رضيعة في العالم. ويفيد السجل الذي تحتفظ به جامعة أيوا بأن الرقم القياسي السابق كان لطفلة تزن 252.3 جرام عندما ولدت في ألمانيا في عام 2015. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.